الفنانة هالة فؤاد ولدت في 26 مارس عام 1958، وبرجها الفلكي كان برج الحمل. ولدت لعائلة فنية، هي ابنة المخرج أحمد فؤاد وأخيها المخرج هشام فؤاد، مما جعل دخولها في الوسط الفني أمر سهل. دخلت مجال التمثيل في سن صغير جدا بسبب أبيها وبسبب ملامح وجهها البريئة، والتي مكنتها من أن تنال حب الجميع. وكانت تقول دائما أن الفن لا يمكن أن يرث الشخص من أحد، ولكنه موهبة بيمتلكها. في عام 1979 تخرجت من كلية التجارة، وأكملت مسيرتها في عالم التمثيل التي دخلتها في سن صغير. تزوجت الفنان أحمد زكي لفترة قصيرة، ورزقت منه بالفنان الراحل هيثم زكي، ثم انفصلت عنه وتزوجت الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي بركات. وقررت بعد ذلك ترك الفن وارتداء الحجاب، حتى توفيت في عام 1993 في القاهرة عن عمر ناهز 35 عام. وكانت وفاتها بسبب مرضها بسرطان الثدي، واللي عانت منه لسنوات عديدة. هالة فؤاد الممثلة المصرية بدأت مشوارها الفني عندما كانت في عمر العامين، وشاركت كطفلة في عدد من الأفلام بأدوار صغيرة، منهم فيلم العاشقة. وأثناء دراستها في المرحلة الثانوية شاركت في فيلم البنت اللي قالت لأ، واللي كان من إخراج أبيها، وظهرت على تتر الفيلم باسم هالة توفيق، حتى لا يقال أن والدها هو السبب في مشاركتها. وفي آخر سنة دراسية ليها في كلية التجارة عرض عليها المخرج عاطف سالم أن تنضم لفيلمه عاصفة من الدموع، وذلك في عام 1979، والذي كان من بطولة فريد شوقي. ومن خلال هذا الدور حققت انتشار واسع في عالم الفن، وحصدت بسببه جائزة من المجلس الأعلى للثقافة، والأخرى من الجمعية الخاصة بالفيلم. كانت انطلاقتها الأساسية في عالم التمثيل في عام 1981 من خلال مشاركتها في فيلم مين يجنن مين، واللي كان من بطولة محمود ياسين، لتتوالى أعمالها الفنية بشكل كبير، وأبهرت الجميع بموهبتها التمثيلية، مما جعل الجميع يتنبأ لها بأنها ستكون شبيهة بسعاد حسني. شاركت خلال مسيرتها الفنية القصيرة في 34 فيلم فني في مختلف المجالات، وكان آخر ما شاركت به فيلم اللعب مع الشياطين في عام 1991. الفنانة هالة فؤاد والنجم المصري الكبير أحمد زكي وقعا في حب من النظرة الأولى، وذلك أثناء مشاركتهم في عمل فني سويا في 1981، وانتهى حبهم بالزواج في حفل ضخم في عام 1983، وأثمر الزواج عن ابنهم الوحيد وهو الممثل الراحل هيثم أحمد زكي. ولكن الزواج لم يدم طويلا، وقررا الانفصال عن بعضهما بسبب حب وشغف هالة فؤاد للتمثيل، الأمر اللي أحدث إزعاج لأحمد زكي، لكونه كان يريدها أن تترك التمثيل لأنه كان بيغير عليها من الوسط الفني ولكي تتفرغ لأسرتها، ولكنها رفضت ذلك. أدى رفضها إلى تفاقم المشكلات بينهما، وكان الحل الأسلم هو الانفصال. بعد طلاقها من أحمد زكي، قال أحمد زكي إنه لا يرغب أن يعود لهالة فؤاد مرة أخرى بسبب اختلاف شخصيتهم، وإنه مع ذلك كان بيحترمها ويقدرها لأنها تقبلت تعصب الزائد على أبسط الأشياء. ومع ذلك رفض أحمد زكي أن يتزوج بعد انفصاله عنها، ولكنها تزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات، ورزقت منه بابنها رامي. وكان الحديث عن طلاقهم بيزيد من عصبية أحمد زكي، وكان لا يحب أن يحكي تفاصيل الطلاق. علم أحمد زكي بخبر وفاة هالة فؤاد أثناء تصويره لبعض المشاهد على سطح عمارة مرتفعة، ومن شدة صدمته حاول أن يقفز من السطح، ولكن فريق العمل منعه، وظل بعدها يجلس ويبكي لفراق حبه الأول والأخير، وردد وقتها قائلا أنا اللي قتلتها. تعرضت الفنانة الراحلة هالة فؤاد قبل وفاتها بسنوات لمعاناة كبيرة. في نهاية 1990 كانت على مقربة من الموت أثناء ولادة ابنها الثاني اسمه رامي، مما أصابها بالكثير من الجلطات في وقتها، ولكنها تعافت في هذا الوقت، وقررت بعدها اعتزال الفن والتمثيل وارتداء الحجاب، وتفرغت للعبادة وأسرتها وبيتها. وبعد قرار الاعتزال بفترة صغيرة عرفت أنها مصابة بمرض سرطان الثدي،
فظلت تتعالج منه سنوات وتتنقل ما بين فرنسا والقاهرة لتلقي العلاج، وكانت قد تم شفائها من هذا المرض، ولكنه عاد إليها مرة تانية ولكن بصورة أقوى. كانت تتحامل وتتحمل وتواجه المرض وهي قوية ومؤمنة بقضاء الله وقدره. وأثناء وجودها في المستشفى جاء خبر وفاة والدها، الأمر اللي زاد من مرضها، ولم تتحمل الخبر ودخلت في غيبوبة. وفي آخر أيامها في المستشفى كانت بتدعو الله دائما حتى وفاتها المنية في 10 مايو عام 1993 وهي في ريعان الشباب. وقبل وفاتها سبق نشر شائعات عن وفاتها، ونشرت المجلات في مصر خبر وفاتها مرتين لترحل هالة فؤاد بعد حياة مأساوية. وشكل موتها صدمة لجميع الوسط الفني، وأولهم زوجها السابق أحمد زكي، واللي كاد أن ينتحر بعد معرفته لخبر وفاتها، ليلحق بها في عام 2005، ومن بعده ابنهما هيثم أحمد زكي، واللي رحل مبكرا أيضا عن عمر ناهز 35 عام، وهو نفس العمر اللي رحلت فيه والدته. الفنانة هالة فؤاد بعد أن قدمت أدوار صغيرة في أفلام منها البنت اللي قالت لا وعاصفة من الدموع، إلا أن بدايتها الفنية الحقيقية كانت من خلال فيلم مين يجنن مين، واللي شاركت في بطولته إلى جانب محمود ياسين وحسين فهمي. وبعدها قدمت سجن بلا قضبان والأوباش والشقاوة في السبعين والحدق يفهم وعشماوي والسادة الرجال والمليونيرة الحافية وحارة الجوهري. وكان آخر أعمالها اللعب مع الشيطان، وقررت الاعتزال في 91 ورحلت في 93. بعد توقف شريهان عن فوازير رمضان، اختيرت هالة فؤاد لفوازير المناسبات مع صابرين ويحيى الفخراني في عام 1988، وقدمت بعدها للتلفزيون مسلسلات الإنسان والمجهول والحياة مرة أخرى وثمن الخوف ورجال في المصيدة، وهكذا حتى آخر عمل قدمته فيلم اللعب مع الشياطين. قيل أن أحد أسباب طلاق أحمد زكي للفنانة هالة فؤاد الغيرة، وقيل أن هالة كانت بتغير غيرة شديدة من الفنانة سعاد حسني، واللي ارتبط بيها ولازمها زكي ليل نهار أثناء تصوير المسلسل التلفزيوني هي وهو، واللي أعدته الكاتبة سناء البيسي، وتم تصويره في مبنى التلفزيون في عام 1981. ورد أحمد زكي على ذلك قائلا أن هذا الكلام لا يحمل إلا بعض الحقيقة، فسعاد حسني نجمة شهيرة وجمالها مميز وإعجابي بها لا شك فيه، إلا أنها ليست الحقيقة أن سعاد حسني هي سبب الطلاق بيني وبين هالة. سعاد زميلة وصديقة، وهالة زوجتي وحب عمري وأم ابني الوحيد، ولكن كان نفسي هالة تحقق أمنيتي في أن تبتعد عن الوسط الفني وتتفرغ لي ولابني، وهي أرق من نسمة الصباح، والوسط الفني صاخب ودوشة وعدم استقرار، وهي منذ البداية لم تخطط لأن تكون ممثلة ولم تحلم بالنجومية، وهذا ما يحيرني. والغريب أيضا أن هالة فؤاد قالت بعد اعتزالها منذ الصغر ويدافعني شعور قوي ويدفعني إلى تعليم الدين والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، وبالتحديد عندما كنت في المرحلة الإعدادية كنت لا أحب حياة الأضواء أو الظهور في المجتمعات الفنية، وكانت سعادتي الكبرى أن أظل داخل منزلي، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتليني بمصيبة أعادتني إلى فطرتي، وتبين لي من خلال الضلال من الهدى. أثناء عملية الولادة الأخيرة أجريت لي عملية قيصرية، وبعد العملية أصبت بجلطات في القدمين وأصبحت على مشارف الموت، وهنا تذكرت حساب الله وقمت بمحاسبة سريعة لنفسي، فردت إلي أنفاسي وكتب لي عمر جديد. وتابعت هالة فؤاد: فكرت في الحياة كم هي قصيرة، لا تستحق منا كل هذا الاهتمام، فقررت أن أرتدي الحجاب وأكون في خدمة بيتي وأولادي والتفرغ لتنشئتهم النشأة الصحيحة. ولكن وفي النهاية تعرضت هالة فؤاد لصدمة في أيامها الأخيرة بعد وفاة والدها، ودخلت هالة فؤاد في غيبوبة متقطعة نتيجة عدد من الجلطات، وتوفيت في 10 مايو عام 1993 عن عمر 35 سنة تماما مثل ابنها هيثم، واللي رحل في نفس السن. رحم الله الفنانة هالة فؤاد وأسكنها فسيح جناته.